صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل دلوقتي أسهل فطار مع بعض، وهي كبدة اسكندراني. وكنت عملت معاه شوية مكرونة كده وشوية بطاطس. لزوم الفطار طبعا زي ما انتم شايفين كده، طبق تحفة وجميل جدا وما خدش وقت خالص. ندخل على طول. انا دايما بحب اتبل الكبدة دي. طبعا نص كيلو كبدة، كبدة بلدي. انتوا عارفين طبعا الأسعار راحت في داهية، فلما نحب نشتري حاجة بقينا نشتري نص نص. فانا دايما بحب اتبل الكبده بتوم وكزبره وليمونيه. طبعا انا فرمه التوم وحط عليه شعره ملح صغيره كده طبعا، وحطيته. بحب كده الكزبره بتدي طعم لذيذ قوي للكبده. هعصر دلوقتي عليها ليمونه، بسيبها تتدبل كده تقريبا نص ساعه، يعني مش اكتر، لانها الكبده بتستوي بسرعه وتاخد طعمه بسرعه يعني. التكه دي بتعمل طعم لذيذ جدا للكبده. هقلبها كويس، وزي ما قلت لكم هسيبها تتبل كده على جنب نص ساعة. عما اجي اعمل اجهز باقي الحاجات التانية. وزي ما انتم شايفين انا معايا بصل وفلفل. ده نص قرن فلفل حراق شوية، محبتش اكتر. طبعا كل واحد حر، حابب يحط فلفل الوان، بصل اكتر، فلفل كتير، كل واحد حر. دي الكبدة بعد ما اتبلت نص ساعة. هنزل دلوقتي بطاسة على البوتاجاز، واحط فيها المادة الدهنية بتاعتي، يعني شوية زيت زي ما انتم شايفين. تمام، وهسيبهم يسخنوا مع بعض. لازم الزيت يسخن عشان احط الكبده عليه. ما ينفعش نحط الزيت بارد، لان الكبده هتلزق وهتتهري من. دلوقتي هحط الكبده زي ما انتم شايفين بعد ما اتبلت بالثوم والكزبره والليمون ورشه الملح. مش هقلبها على طول عشان مش تتهري. عامه كده كده الزيت سخن، هتتقلب بسهوله. وزي ما انتم عارفين الكبده الاسكندراني ما بتاخدش وقت خالص خالص. هقلب فيها بالراحه بالراحه زي ما انتم شايفين كده، لحد ما تاخد بقى تتقلب على الوشين. هنسيبها دلوقتي بقى مع بعض. قلبتها تقليبه زي ما انتم شايفين كده بالراحه، وهسيبها بقى تستوي بقى براحتها. يعني زي ما قلنا في الاول، ما نحبش نقلبها كتير عشان ما تتهريش. هي اصلا ما خدتش وقت خالص، كل الحوار هو في التشويحه العشر دقايق. الكبده ما بتاخدش وقت، ويفضل ان هي ما نقعدش نسوي فيها كتير كتير يعني. لا، هي بتاخد وقت صغير في، يعني بسيط في التسوية، وبتبقى جاهزة، ولا بنزودها مية ولا أي حاجة. هي بس الوقت بتاع التشويح، ونحط عليها الخضار، وبتبقى لذيذة جدا. ما بتاخدش أي وقت معانا، وبتبقى جاهزة في لحظات. يعني لو الواحد مستعجل، أو يعني اتأخر على الفطار أو وراه أي حاجة، هي الكبدة دي سريعة جدا زي البانيه بالظبط. دلوقتي هننزل على البصل والفلفل على الكبدة. والبصل والفلفل بيبقى فيهم مية برضو، فبينزلوا ميتهم، والكبده يعني بتستوي في الميه اللي نازله. دلوقتي هنرش عليها فلفل اسمر. انا بس تبلتها بالفلفل الاسمر والكزبره، ما حطيتش اي بهارات تانية. اللي حابب طبعا بهارات تانية يحط. زي ما قلت لكم، اللي حابب يحط بهارات تانية، زي كل واحد حر. بس هي الفكرة بس ان الواحد عايز ياكل الحاجة ويحس بطعمها، مش يحس بطعم البهارات. ودلوقتي حطيت معلقة ملح صغيرة كده على الكبدة، لان احنا كنا حاطين قبل كده ملح، فعشان ما تكونش حادقة معانا. بس كده، وادي كبدتنا خلصت، وهي بالظبط دقيقتين على البوتاجاز. نقعد نقلبها بس كده، وبتكون استوت. وتاكلي احلى كبده اسكندراني باحلى طعم وفي اسرع وقت، وما خدتش اي حاجه. وبتتقدم طبعا مع طحينه وبطاطس بقى والمكرونه، او ممكن نحطها على وش رز بسمتي، او رز بالخلط، او رز ابيض. على فكره بتبقى لذيذه جدا، ونحط عليها زبيب وسوداني. بتبقى اكله حلوه قوي، وبتبقى حلوه في العزومات وجميله. ودي شكل طبق الكبده بتاعنا في الاخر. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ووصفة تكون سهلة عليكم. ومش تنسوا تزوروني على القناة كل شوية. وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم.